كيقول لك الزواج كان مع الناس القدام. هاد الكلمة حنا مازال كنسمعوها. يعني شنو كتعني الزواج ديال الناس القدام؟ كان في الاحترام. خوتي السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معنا في القناة ديال ياسين كوم. الموضوع اللي غادي نطرقوا ليه في هذه الحلقة هذه ان شاء الله باذن الله هو الموضوع ديال الزواج. يعني كيما كيقول لك الزواج ديال بكري، كيف ما كنقولوا ماشي بحال ديال دابا. لا يا اخي، كاين مازال، ولكن كيف ما كنقولوا واحد النسبة قليلة، واحد النسبة تقريبا ديال واحد 15%. 15% ديال الناس اللي كيتزوجوا حاليا دابا اللي باقيين كيف ما كنقولوا ماشي محافظين على التقاليد، ولا كيعرفوا الاحترام، كيعرفوا الله سبحانه وتعالى. راه الاحترام من كيجي من الله سبحانه وتعالى. الا كنتي كتخاف الله سبحانه وتعالى ما كتكذبش وما كتنافقش وما كتخلوطش، راه الله كيحبك وكتكون مزيان في الحياة ديالك. اما الا كنتي كتنافق وكتكذب كما كنقولوا كدور عند الناس وكتكذب عليهم، كيفاش غدير امام الله سبحانه وتعالى؟ راه واخا نعطيوك الفلوس اللي تكفيك، ولكن ما عمرك غتعيش مرتاح، ولا ما عمرك غتعيشي مرتاحه، ولا تقول حكا نعطي لبنتي لشي شخص عنده الفلوس ولا عنده النفوذ عنده السلطه، ولكن ما عندك انت اولا انت ما كتخافش الله سبحانه وتعالى. راه كيف ما كنقولوا ديك السبعيان ديال الباكور، كيف ما كنقولوا حنايا بهذه الطريقه هذه، السبعيان ديال المتعه، اولا كيف ما كنهضروا بهذا المصطلح ديالنا حنايا في الاحترام ديال، يعني كيقول لك انايا بغيت غير الفلوس ولا نعطي لبنتي لشي حد، لكن هذاك الشخص اللي غتعطيه بنتك انت ما سولتيش ليه، واخا تسول عليه. راه كاين الناس اللي عندها الفلوس مسك على الله وتزوجوا، كيف ما كنقولوا تزوجوا بواحد انسانه اللي بسيطه، يعني ما فحالاش، ولكن هذه الكلمه هذه حنا ما كنبغوش نقولوها. داكشي اللي مقسم ليه الله، اولا داك الانسان داكشي اللي مقسم ليه الله. دابا ملي كنسمعوا شي واحد كنقولوا هذا عنده الفلوس وهذاك ما عندوش الفلوس، هذا المصطلح اللي كنهضروا به حنايا كاين بعض الناس ما كيعرفوش ليه، ما كيعرفوش يقول واحد الكلمه ديال الله سبحانه وتعالى. بعض الناس، بعض الاشخاص، انا كنتكلم على بعض العائلات، ما كيقولوش هذاك السيد راه مسك عليه الله يزيدوه، هذاك السيد راه ما فحالوش، ولكن ماشي ما فحالوش، عنده داكشي اللي قسم ليه الله سبحانه وتعالى. يعني ما كيهضرش بهذه الطريقه. وهذا المصطلح اللي كنهضر معكم به انايا كيقولوا بنتي انايا راه هذاك السيد عايشه معاه، راه ما كيعطيها، ما كيصرف لها، ما كيعطيها فلوس الحمام، حتى شي حاجه، وكيكذبوا في وجه الناس وما كيخافوش الله سبحانه وتعالى. واخا تهضر معاهم كيقول لك انايا سبحان الله العظيم، يعني ملي كتجلس مع الانسان وكتشوفوا، يعني كتشوف الكذوب اللي كيكذب لك في وجهك، ولا كيمشي عند شي شخص يالف عليك، كيف ما كنقول واحد القصه، كيقول لك شوف ما تدخلش لينا في الله سبحانه وتعالى، خلينا مني الله سبحانه وتعالى. ديك الساعه ملي غنمشي عند الله سبحانه وتعالى نتحاسب انا وياه. لا يا اخي، هذا راه غلط كترتكبه. علاش ما تخففش عليك هنايا وتذكر الله سبحانه وتعالى وتصلي وتزكي؟ اللي مقسم لك الله رضى بها، فهمتي؟ اللي مقسم لك الله رضى بها، ما تعصاش الله سبحانه وتعالى. يعني اللي مكتب لك واحد الحاجه راه غتجي حتى لعندك، ولكن تكون كترضى بالله سبحانه وتعالى، ما تكونش كتكذب. علاش انت دابا كتكذب في شي حوايج اللي كنهضروا، يعني بحال شي حوايج، يعني كاين شي كذوب الانسان اللي كيقول كتلقاه هو يتزاد في هاد الاشياء هذه. يعني العائله ديالو كيشوف الاب كتشوف الاب ديالها واخا متقي الله، ولا الام ديالها واخا متقيه الله، يعني بعد كيف ما كنقولوا ما بين الليل والنهار كينساو الله سبحانه وتعالى، صافي كيتغيروا، كيف ما كنقولوا ما بين الليل والنهار كتلقى داك الشخص اولا ديك الانسانه كتولي واحده اخرى. يعني ماشي بالتعاير معاك ولا الدار مع شي شخص، ولا داك الشخص ينسي الدار مع شي واحد، لا، كتلقى داك السنوات اللي كان كيصلي ويذكر الله سبحانه وتعالى وكيقرا هذاك 60 حزب كيف ما كنقولوا، او مش بالضروره يكون قاري 60 حزب، يعني كيكون متقي الله سبحانه وتعالى ما بين الليل والنهار، صافي كتلقى ولا في واحد العالم اخر. يعني كيف ما كنقولوا الزواج يعني ولا بحال كيف ما كنقولوا ولا بحال التجاره، راه مازال بقى غير واحد 15%. 85% تقريبا
كما كنقولوا حاليا دابا اللي كاينه 85% يعني الزواج ديال ولا غير ديال التجاره. يعني ما بقاش كيقول لك انايا هذه بنتي راني مربيها من الكبده ديالي، ولا هذا راه ولدي مربي من الكبده ديالي، يعني غنعطي الناس اللي يستحقوا. ما كنشوفش انا في الماده، ولا نشوف في النفوذ، ولا نشوف شي حاجه اللي مقسم لي الله. المهم نشوف هذاك الانسان معقول وعائلته محترمين وباه متدين، او الام ديالو متدينه يعني متقي الله، صافي بنتي راه مرتاح. يعني عاطيها لواحد الانسان اللي مرتاح. وكاين اللي كيقلب على كيقول لك انا نعطي لبنتي واحد عنده الفلوس. انت عطيتها عند واحد عنده الفلوس، راه كاينين جوج حوايج. راه كاين اللي كتلقاه كيخاف الله سبحانه وتعالى، مسك عليه الله، راه غيعيش لك بنتك يعني في داك الشيء اللي كتستحق هي. ولكن كاين اللي كيدير واحد الغلط، كيقول لك انا نعطي لبنتي لواحد عنده الفلوس. انت عطيتها عنده الفلوس، غير كيف ما كنقولوا غيجلس معاه واحد الشهر، ولكن هي ما غتعرفوش اشنو كيدير من وراها. يعني راه حتى هاد الحالات حنا كنشوفوهم عايشين معاهم، كنشوفوهم يعني كيقول لك حنايا ندمناك وبقينا غير راضيين داكشي اللي قسم لنا الله، حنا مشينا طمعنا ومشينا ودرنا. هذا الواقع خصنا نتقبلوه. راه كاين بعض الناس ما كيبغوش يتقبلوا دوك الاشياء اللي كنعيشوها حنايا. هذا هو المشكل. يعني هذه القناه هاد ديال ياسينكم يعني كتقربكم منا، يعني باش تعرفوا شي حوايج اللي كيبانوا لكم نتوما بساط، ولكن لا، راه هما كديروا شي حوايج اللي كيكونوا كما كنقولوا خارجين على طريق الله سبحانه وتعالى. رضا بداكشي اللي قسم لك الله. خرجتي الشارع لقيتي واحد الانسان راكب على واحد الطوموبيله فخمه، قلت انا كنتمنى من الله يحقق لك داكشي اللي انت كتفكر فيه، ولكن تكون كتمتقي الله سبحانه وتعالى. ما تكونش كتكذب، ما تكونش كتخلوط. راه عرفتي شنو هو الكذوب اللي كتكذب؟ عرفتي شنو هو العواقب ديالو عند الله سبحانه وتعالى؟ عرفتي النفاق كيف ما كنقولوا واحد كينافقك، عرفتي النفاق ديالو عند الله سبحانه وتعالى عرفتي شنو هو؟ التخلويط كيف ما كنقولوا، كتمشي كتخلط ما بين العائلات وكتوصل ما بين، كتفرق ما بين الاسر. عرفتي شنو هو؟ كيف ما كنقولوا، راه سبحان الله العظيم. راه هاد المساله الثالثه هذه ديال الناس اللي كتخلوط، عرفتي العواقب ديالها عند الله سبحانه وتعالى راه مضاعفه. حيت راه ماشي بحال الكذوب كيف ما كنقولوا تقدر تكذب، ولكن ملي كتخلوط بينك وبين واحد الاسره وكتشتتها، راه عرفتي العواقب ديالك عند الله سبحانه وتعالى. يعني غير سول، بلا ما تسول، غير قرا في القران وشوف الايات وشوف الكلمات وشوف المعنى ديال الكذوب والمعنى ديال النفاق والمعنى ديال التخلوط بينك وبين الناس. العواقب ديالها عند الله سبحانه وتعالى راه كتشتت واحد الاسره، وانت داك الشخص ما بينك وبينه والو. يعني عندك النفوذ، عندك السلطه، يعني انت الحياه ديالك دايره بحال هكا، عايش كيف ما كنقولوا عايش في الكذوب. يعني كتبغي تخلط بينك وبين الناس، يعني هذه الهوايه ديالك. ولكن العود اللي تمشي تتقى الله سبحانه وتعالى، تصلي وتزكي، واللي بان لك تصدق عليه في العيد، لا الا كنتي غتشري واحد الحولي ب 2 مليون ولا 3، نشد انا ديك 2 مليون نشريها حواله على قد الحال ونعطي للمساكين، راه غدي واحد الاجر كبير عند الله سبحانه وتعالى. يعني الناس مابقاش بعض العائلات مابقاش كترضى بداك الشيء اللي قسم لها الله سبحانه وتعالى. يعني وكاين بعض واحد 60% ديال الناس اللي كيجيو عندهم بحال هاد العائلات هادو كيكذبوا عليهم وكيبقاو يالفوا عليهم شي قصص وكيثيقوا بهم. يعني راه شنقول لك، راه هادشي حنا كنشوفوه في المجتمع ديالنا. راه بزاف الناس دابا كيتفرجوا فيا كيقول لك هاد السيد هذا هادشي اللي كيقول راه حقيقي. وكاين اللي كتلقاه كيدير هاد الافعال هادي كيتصنت لهاد الفيديو هذا وكيقول لك هاد السيد راني هادشي راه كنديرو في الحياه ديالي، ولكن هاد السيد راه حليل العين ديالي. يعني علاش ما كترضاش بداكشي اللي قسم لك الله؟ صافي مشيتي لواحد كيف ما كنقولوا مع واحد الانسان، يعني ما صافي ما بقيتيش باغي تكمل مع الحياه ديالك، ما كاينلاش دا تكذب. خاف غير من الله سبحانه وتعالى. واخا تجي تكذب في هذاك الانسان، تبقى تكذب عليه وتكذب على العائله ديالو وداك الشيء، ولكن راه كدي واحد السيئات. راه كل كلمه كتقولها كدي واحد الذنب هنايا عاد غديها في الاخره. واش عارف هذه المساله هذه؟ يعني كنتكلم على بعض الاسر، يعني رضاو بداكشي اللي قسم لكم الله، رضاو بداكشي اللي قسم لكم الله. راه ما عرفتي من هنا لغدا شنو كاين. انت كتشوف الحياه ديالك كتقول باقي لي واحد 20 عام ولا 30 عام، خليني انايا ما هذا السيد انا ما يجيش ينصحني، صافي انايا صافي انا باغي ندير انا بحال هكا. لا يا اخي لا، رضا بداكشي اللي قسم لك الله سبحانه وتعالى. يعني كيف ما كنقولوا الزواج ولا غير التجاره، يعني واحد 15% اللي كتلقاها
كتحترم المراه. لا بغيتي تاخذها خصها تكون كتحترمك وتحترمها، يعني تشوف عائلتها وتشوف عائلتك. يعني انت ملي كتكون متقي الله سبحانه وتعالى، وهذه المساله بغينا نقول واحد النقطه، الله سبحانه وتعالى ملي كيفرقك كيدل عليك واحد الحاجه كتكون كتمتلكها، ولا كتكون خدام في شي شركه، ولا كتكون مزوج وهذا الشيء كيف ما كنقولوا ما كيبقاش عندك، ما كتبقاش خدام اما في الشركه، ولا ما كتبقاش مثلا هذيك الانسانه تفرقتي معاها، والله سبحانه وتعالى دالك واحد السبب علاش. يعني اولا الا خرجتي من واحد الخدمه راه الله سبحانه وتعالى، ولكن تكون انت متقي الله سبحانه وتعالى. الا كنت انت متقي الله سبحانه كتقول انا متقي الله سبحانه وتعالى، ما كنكذبش ما كنخلطش في الناس، ولكن هذه الخدمه هذه علاش خرجت منها، ولكن الله راه كيدير لك واحد السبب، كيقول لك هذوك الناس راه ما مزيانينش. ملي كدوز واحد المده غير قليله كتلقى ديك الشركه كنتي خدام فيها وقع فيها شي حوايج اللي خايبين، الله سبحانه وتعالى بعدك عليها، حيت الله كيحبك انت متقرب الله سبحانه وتعالى، بعدك على ديك الانسانه. هو كيشوف شنو كدير من وراء ظهرك كيف ما كنقولوا، اولا العائله ديالها كيشوفهم اشنو كيقولوا من وراء ظهرك، ولا كيف ما كنقولوا ما متقينش الله سبحانه وتعالى، ما بقاوش قانعين بداك الشيء اللي قسم لهم الله سبحانه وتعالى. هذه المساله هذه كاين بعض الناس كيقول علاش انا راه ما كندير حتى شي حاجه، انا متقي الله سبحانه وتعالى، يعني غادي في طريق الله، علاش هاد الحاجه ما بقاتش عندي، علاش هاد الحاجه تقلعت ليا. الله سبحانه وتعالى ملي كيقلع لك واحد الحاجه راه كيدير واحد السبب. الله سبحانه وتعالى شي حد ملي كيكون قريب منه، وشي حد لا بغى يأذيه ولا كيف ما كنقولوا يعني باغي يخلط فيه ولا يكذب عليه، راه كيف كيبعدوا منه ديك الساعه. انت كتبقى تسال كتقول انا كنت عايش مرتاح، علاش ما بين الليل ونهار، علاش ما بقيتش مع هذا الانسان، علاش ما بقيتش في هذه الشركه ديال الله سبحانه وتعالى داك واحد السبب هو اللي كيشوف كل شيء. ولكن هذه المساله بس زوينه، شي ملي كتكون تقرب شحال زوينه ملي كتكون متقرب من الله سبحانه وتعالى، يعني الله كيجيبك لعندو كيقربك لعندو. ملي كتكون شي حاجه ما خداماش ليك كيبعدك منها، ولكن الله سبحانه وتعالى راه موجد لك شي حوايج اللي انت غادي كيف ما كنقولوا غيعوضوا لك داك الشيء كامل اللي ضاع لك، او لا سوا خدمه سوا زواج، فهمتي. خليك غير في طريق الله سبحانه وتعالى. اللي كيتسالك شي حاجه عطيها ليه، كما كنقولوا الفلوس راه كتمشي وكتجي، غير انت باش تمشي مخفف من هاد الدنيا هذه. واخا بنادم يدير معاك المشاكل ويكذب عليك وداك الشيء، اللي كيتسالك شي حاجه عطيها ليه صافي، فهمتي. يعني بنادم باغي على الفلوس عطيه الفلوس، قول له مرحبا بغيتي انت باغي على الفلوس هاكي الفلوس، ولكن خلي ديك الساعه هو بينه وبين الله سبحانه وتعالى، خليهم هما بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. راه حيت كاين القناعه ما بقاش. الواحد ملي كيكون كرضى بالله سبحانه وتعالى داك الشيء اللي مقسم ليه الله، راه كيكون مرتاح في الحياه ديالو. راه شحال من واحد كتلقى عنده الفلوس ولكن ما مرتاحش في حياته، كيقول لك عندك يديو ليا فلوس، عندك يشفروا ليا، فهمتي. هذا هو المشكل اللي كاين، وهذا هو الموضوع اللي بغينا نهضروا فيه. هذه هي القناه اللي كتحاول تقرب المشاهدين بشي حوايج اللي كيكونوا هما ما عارفينوش، او لا عارفينهم وكينساو عليهم وما كيعرفوش العواقب ديال بعض الاشياء اللي كيرتكبوها. علاش كنقولوا اي واحد واي انسانه رضا داكشي اللي قسم لك الله، كيف ما كنقولوا بغيتي تتزوج، شوف واحد الانسانه اللي كتكون محترمه، كتحترم والديها وتحترم والديك، يعني تعاون انت وياها، فهمتي. يعني تجلس في دارها، يعني انت مهم انت تعيش انت وياها في داكشي اللي قسم لك الله. اما الواحد ملي كتبقى داخل خارج داخله خارج داخله خارجه ما كيبقاش هذاك الاحترام. يعني كيف ما كنقولوا ما كاينش شي مرة اللي كتلقاها غدا جيه غدا جيه غدا جيه، يعني الاحترام ما كيبقاش. يعني ملي كتشوف كيف ما كنقولوا انت كتشوف شي حوايج وكتغطي عليهم كدير براسك بحال ما شفتيهمش، ولكن الله سبحانه وتعالى ملي كيحيد لك واحد الحاجه راه كيعرف شنو هو السبب. يعني كيعرف هذاك الانسان راه ما خداماش ليك، كيعرف هذاك الانسان راه ما كتعرفش بينه وبين الله سبحانه وتعالى. علاش انت متقرب من الله سبحانه وتعالى؟ اي واحد كيكون متقرب من الله سبحانه وتعالى راه كيكون حاضيه. يعني انت فيما مشيتي الله سبحانه وتعالى تابعك، فيما اي حاجه لا كانت غادي تخسر فيها ولا غادا تاذيك ولا شي حاجه، الله سبحانه وتعالى كيبعدك منها. هذه هي الحاجه الزوينه، فهمتي. هذه هي الحاجه المزيانه اللي بغينا نوصلوا للناس، يخليو بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. واي حاجه اي واحد مكتب لك الله سبحانه وتعالى شي حاجه غتعيش بها رضى بها، وذكر الله وطلب داك الشيء اللي كتمناه، فهمتي. اي واحد كيقول لك راه ما كاينش شي واحد اللي كيقول لك انا ما كرهتش يكون عندي فلوس، ما كرهتش تكون عندي الدار، ما كرهتش تكون عندي الطوموبيله. اي واحد تكلمتي معاه كيقول لك انا ما كرهتش تكون عندي هذه، ولكن شوف خليك غير في طريق الله سبحانه وتعالى والله غيحقق لك جميع الامنيات. وكنتمنى نتلاقاو في فيديو اخر جديد وفي موضوع جديد. وسمحوا لي غبت عليكم واحد شويه غير مع العمل وداك الشيء بالتماره شويه، داك الشيء علاش ما بقيتش نزل الفيديوهات. ولا كنتي كتشاهد هذا الفيديو لاول مره ما تنساش دير واحد لايك وتفعل الجرس باش اي فيديو كنزلو يوصل عندك. وكنتمنى نكونوا خفاف ظراف عليكم كيف ما كنقولوا. وشكرا لكم بزاف، وكان معكم خوكم ياسين. السلام عليكم.